السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم جئتكم بفيديو جديد إن شاء الله، يعني فيديو سيكون فيه مجموعة من المعلومات الأمور التكتيكية والفنية التي ظهرت في المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي مع الفريق التنزاني. يعني الذي يعني خلق إشكالية كبيرة وخلق صعوبات للمنتخب المغربي بالنسبة للشق الدفاعي، ولكن كان منتخب يعني ضعيف جدا متراجع دفاعيا، يعني ليس بالمنتخب الشرس الذي كان يعني جميع الآراء تؤكد على أن يمكن أن تقع المفاجأة، ولكن لم نرى أي مفاجأة. المباراة خرجت ب 3-0 يعني نتيجة يعني بطبيعة الحال تضع المنتخب المغربي في الرتبة الأولى على المجموعة. بطبيعة الحال الشوط الأول للمباراة بدأت المباراة في تراجع دفاعي للفريق التنزاني وتكتل منظم بخطة 5-4-1، 5 على مستوى الدفاع، 4 في وسط الميدان، وهناك تقارب بين الخطوط وتضييق المساحات على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، لأن يعرف أن المنتخب المغربي يجيد الاختراق مع الجهة اليمنى على الأطراف على الأظهرة. إذا فهذه الأمور مضبوطة جدا، يعني بطبيعة الحال يعني معروف أن المنتخب المغربي القوة ديالو يعني في الترابطات الثلاثية، يعني المثلثات إما على الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر. في الحالة الهجومية بطبيعة الحال الخطة 4-3-3 في الحالة الهجومية بالنسبة للفريق التنزاني، لكن لحسن الحظ المنتخب الوطني تصادف مع فريق لا يمتلك لاعبين من ذو جودة عالية، يعني لاعبين لديهم مهارات فنية وقادرين على التحولات الهجومية وتلك السرعة والشراسة البدنية. يعني هذا الشيء لم نشهده في الفريق التنزاني المتواضع جدا. لكن لحسن الحظ يعني كما أكدت لكم بطبيعة الحال الفريق لا يمتلك لاعبين ذو مهارة عالية في بناء الهجمات والتحولات السريعة لكونتر أتاك الذي كان متخوف منه الإطار الفني، يعني بقيادة المدرب والد الركراكي. بطبيعة الحال قبل اللقاء الذي شاهدناه يعني كان بعض التخوفات، يعني كان حتى من خلال المؤتمر الصحفي، يعني بطبيعة الحال كانت يعني غيابات إصابات، يعني إصابة اللاعب بطبيعة الحال نصير مزراوي بتقرير جاء تقرير طبي رسمي أكدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي جاء تقرير طبي من الفريق بايرن ميونخ، لأن اللاعب يعاني من تشنج عضلي. إذا الإصابة يمكن أن يغيب عن مباراتين على الأقل أو 3 مباريات. بطبيعة الحال يعني هنا الإطار الفني كان متخوف من هذه الأمور، وكذلك حتى من الناحية البدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية. احنا ملي كنعرفوا أن ملي كتكون درجة الحرارة عالية والرطوبة كتكون مرتفعة، إذن فالحالة البدنية كتستنزف كل ما اللاعب بذل واحد المجهود كبير على مستوى الملعب. امتى كيتحرك التموضع ديال اللاعب، التموقع ديالو كيفاش يعني كيقوم بالتمريرات الكره الهجوميه، القيام بالادوار الدفاعيه. كنشوفنا حتى بالنسبه لامرابط يعني يشغل يعني حتى يقوم بالتغطيه على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى، يقوم بالتراجع الدفاعي. يعني امرابط ادى مباراه جيده، يعني بطبيعه الحال يعتبر هذا اللاعب من احد الركائز في الخطه الاساسيه للمنتخب الوطني المغربي. أكمل لكم يعني المعلومات التي ستستفيدون منها إن شاء الله. بطبيعة الحال من الناحية البدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، فلهذا تحتم على المنتخب الوطني اللعب بطريقة عقلانية ومحكمة، يعني طريقة عقلانية، اللعب بالعقل، يعني ما يمشيوش يبقاو غير كيجريو ويستنزفوا المجهود البدني ديالهم يعني ضائع بدون يعني استفادة. يجب أن يكون تدبير جيد للمخزون البدني بطبيعة الحال، يعني وتدبير المخزون البدني نعم في جميع مساحات الملعب، يعني في وسط الميدان عند القيام بالانيماسيون اوفونسيفمون ديفونسيفمون، يعني القيام بالادوار الدفاعيه والهجوميه والقيام بالترابطات، خلق المساحات، التوقع من الفريق الخصم هل ستكون هجمه مرتده. يعني دائما هذه الامور تحسب بكل دقه. اكمل لكم. جاء الهدف الاول بصعوبه كبيره من اللاعب سيس. اذا اللاعب سيس هو الذي سجل
في الشوط الاول يعني بكره ثابته، لاننا نحن نعرف ان المنتخب المغربي من نقاط القوه ديالو هو انه يعني في الكره الثابته يجيد كره ثابته اما يعني حتى شفنا في كاس العالم يعني اغلب الاهداف جاءت من الكره الثابته. يعني مباراه بلجيكا يعني جاو فرصه كانت في الاورجو، يعني سيس يعني كان متقدم شويه في الخط الدفاعي، والهدف الثاني يعني جاء من اللاعب الصابري، يعني اللاعب متوسط الميدان. بطبيعه الحال فنقطه القوه للمنتخب الوطني الكرات الثابته. هنا بالنسبه لي شونجمون، يعني بطبيعه الحال يعني اول شونجمون انا كراي شخصي ديالي اللي حدث الفارق هو شونجمون ديال امين عدلي. بطبيعه الحال هذا اللاعب اللي يعني مكن يعني عطى واحد المتنفس للفريق الوطني، حل من الناحيه الهجوميه يعني بخلق الفرص، شفنا فرص سامحه للتسجيل. يعني امين عدلي عطى واحد اضافه، يعني واحد ورقه رهان بالنسبه للمدرب وليد الركراكي، راهن عليه وبطبيعه الحال احدث الفاعليه. حتى بالنسبه يعني خرج بطبيعه الحال دخل امين عدلي في مكان بطبيعه الحال الزلزولي يعني نظرا لان الزلزولي تلقى بزاف ديال التدخلات العنيفه، يعني وحتى انه يقدر انه يكون تصاب بعض الاصابات بسيطه، ولكن يعني تخوف المدرب وليد الركراكي وخرجوا وحطوا في المقعد البدلاء باش ما يوقعش واحد الاصابه ويعني تاثر على المجريات المباراه المقبله التي ستكون صعبه جدا، لان الاختبار الذي سيختبر فيه المنتخب المغربي هو مع الفرق الكبرى، لان الفرق الكبرى متمرسه جدا، تجيد التحولات الهجوميه، لديها فكر تكتيكي متغير، يعني عندها يعني بزاف ديال الامور التكتيكيه والفنيه، لا من ناحيه يعني التكتل الدفاعي، غلق المساحات في وسط الميدان، التحولات الهجوميه، المهارات الفنيه للاعبين. اذا الفرق الافريقيه منها بطبيعه الحال السنغال، الكاميرون، المنتخب مالي الذي يعني بطبيعه الحال تغلب على المنتخب الجنوب الافريقي، لان جنوب افريقيا بطبيعه الحال يعني عانت جدا مع المنتخب المالي. هذه امور يجب ان تكونوا على درايه بها. بطبيعه الحال من الامور الفنيه التكتيكيه، اللاعب املاح كان يرتكب اخطاء في التمرير بالخصوص في الشوط الثاني تجعل من الفريق الخصم بالتحكم بالكره، وجاء اللاعبين المنتخب الجري من وراء الكره. يعني هنا بطبيعه الحال اللاعب كل ما جرى من وراء الكره بزاف، اذا سيكون يعني حتى الطاقه ديالو حتى الطاقه البدنيه ديالو غتنخفض بزاف. حيث وصل الاستحواذ الى 42% لتنزانيا مع 58% للمنتخب الوطني الذي سيطر بالطول والعرض بمجريات المباراة في الشوط الثاني، مع إحدى التبديلات التي أحدثت فريق حتى بالنسبة لبوفال الذي تشونجا مع زياش، يعني عطى واحد بطبيعة الحال تمريرات جيدة، اختراقات، الحلول الفردية، أعطى حلول فردية يعني من المهارات ديالو. حنا كنعرفوا بوفال يعني عندما يدخل يحدث الفريق، ولكن منظومه الفريق حنا شفنا المنتخب المغربي كمنظومه فريق اتحد وقام بدور جيد جدا في تدبير المباراه بشكل معقلا، واستطاع انه يضمن 3 النقاط، لان في مرحله المجموعات الاهم هو الفوز واخذ النقاط. بطبيعه الحال هذا هو الاهم، ثم يجي الاداء في المرحله الثانيه. بطبيعه الحال هذه اهم المعلومات اللي غنقدم لكم. شكرا على المتابعه ديالكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بمعلومات اخرى اللي غادي تفيدكم اكثر. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.